لسه صاحي من النوم حرفيا، والمفروض ان انا انزل الشغل. بصور النهارده عشان محتاج اصور واعمل مونتاج النهارده عشان الفيديو ينزل بكره. يعني انتوا متخيلين فاهمين انا بقول لكم الكلام ده وانا لسه صاحي، بس ده المفروض يحصل. قلت ما دام انا في الشغل النهارده وبالليل هرجع البيت وبتاع، معناها ان انا اصور لكم فيديو. فيلا يلا نلبس دلوقتي عشان محتاجين ننزل دلوقتي في اللابتوب حتى. والله محتاج اعمل مونتاج للفيديو ده دلوقتي حالا يعني. فكرة رشة هنا ورشة هنا وحاجات ما عنديش انا الكلام ده، لازم استحمل. ربنا ما يقدر انزل الشغل. عايز ارجع انام تاني بس شغل يعني لازم ننزل في نفس الوقت. احنا بنعمل شغلين دلوقتي حرفيا، انا بصور ورايح الشغل. حاولنا نظبط الدنيا دلوقتي. الدنيا متعبكه شويه بس يعني مش مشكله. هنظبط ده، نحط دي هنا، نحط المايك. حاصل ده قوي اوي. ايوه نشغل الكاميرا. بس بدأنا تصوير في الكاميرا هي كمان. انتوا سامعيني صح؟ وهنا كمان بس عايزين نقلل الإضاءة دي لأن هي قوية شوية، فهنقللها شوية لحد ما كده ماشي. وهنا معرفش، استنى هشوف. انا وصل الدنيا تمام كده صح؟ جدعان التصوير اللي هنا لما بصور من هنا ما تشغلوش بالكم باللي ورايا، انا قاعد في اوضتي فانتوا قاعدين معايا في الأوضة بتاعتي فما تشغلوش بالكم اوكي. وهنا انتوا شايفيني في كاميرا عادي فما تشغلوش بالكم. انا حاسس ان الكاميرا متوسخة لحد ما. لو مفيش حاجه تعمل النهارده في الشغل كتير، وده معرفش في الحقيقه ايه اللي هيحصل النهارده، وخصوصا النهارده السبت، والسبت عموما كل سبت بيبقى فيه شغل كتير لحد ما. نظر من عامل ازاي دلوقتي، الجو برد وفي تلج فوق الجبل لكن الدنيا صافيه قوي يعني مفيش غيوم مفيش اي حاجه. بس الثلاث ايام الاولانيه كان بيبقى فيها غيوم وما بتشوفش حاجه حرفيا. دلوقتي انت شايف الجبل والدنيا صافيه وكل حاجه وفي شمس هنا حتى. الشمس دي بس شكل يعني، الشمس اللي ضاربه في وشي دي شكل بس والله يعني، والله عامله سخونيه دقيقه واحده حتى فاهمين. بص العربيه دي بجد جامده جدا، العربيه دي بتاعت العجوز ده فاهمين. البيت ده يا جماعه عامل زي بنترست، كل البيوت اللي على الشارع ده والله عامل زي البنترست فاهمين. قافل دلوقتي مفيش حد شغال خالص، كل ده قافل بسبب الشتاء. في الصيف هيرجع يفتح في شهر 3 4 بالكتير. انا شغال هنا كده يا جماعه في المكان ده اوكي. محطة القطر هناك كده، اللي عايز يجي يقابلني محطة القطر هيجي هنا كده. بس هنشوف دلوقتي ايه الدنيا. ما perché no sei tu. Hi. Sì. مكتوب أجوري يعني اللي هو كل سنة طيب يعني فاهمين، بسبب الناتالي وراس السنة وحاجات زي كده فبيحتفلوا بيه هنا فكاتبين أجوري بتاع للناس يعني. شجر والله ببلاش ما اعرفش جاي منين ده. انا امبارح ما سبتوش كده بالله. المهم يعني يا جماعه انا طلعت
اطلع اكلمكم شويه. في ناس كتيره جدا 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 سالتني فكره 3 اسئله حرفيا فوق الوقت. في 3 اسئله حرفيا ناس كتيره جدا سالتني فيهم ولازم اجاوبها عليها. اول سؤال انا ازاي جيت ايطاليا. تاني سؤال انا ازاي هسافر ايطاليا. تالت سؤال والسؤال اللي حرفيا ناس كتيرة جدا بتسأله انا ازاي اجي دراسة لايطاليا. اتكلم عن الدراسة في ايطاليا. ال3 اسئلة دي انا مش عارف اجاوبهم في فيديو واحد لانه محتاجة شرح طويل شوية، لكن انا القعدة دي هجاوب في سؤال من الاسئلة اللي موجودة. اوكي خلينا نعمل حاجة كده ونختار سؤال من ال3 اسئلة عشان ما اظلمش حد، بس عشان انا ما اختارش بمزاجي، فهعمل حركة جميلة كده، فخليكم معايا. اوكي شوفوا. انا بقى اظبط الدنيا وارجع لك تاني، لان اقسم بالله همدان. انا عارف ان في شغل كتير النهارده ولا كنتوا شايفين يعني. ciao ragazzi. وانا حلفت لكم ان انا لسه مخلص شغل حالا، صدقوني. شوف انا داخل من امتى، من اول ما صحيت وكانت الدنيا صبح لسه وكانت بدري اصلا. دلوقتي انا خارج والدنيا ليل، اقسم بالله العظيم مخلص شغل الساعه 7 بالليل. متخيلين يا جماعه؟ مين فاكر البيت ده؟ مين فاكر البيت ده؟ انا كنت ساكن هنا 8 شهور. قعدت 8 شهور ساكن في البيت ده. قعدت 8 شهور ساكن في البيت ده قبل ما انقل البيت اللي انتوا بتشوفوه على طول دلوقتي. قعدت 8 شهور ساكن هنا. اعتقد ال8 شهور دي معرفش صورت كام مره في البيت ده، لكن اعتقد صورت كتير يعني. وبس يعني انا كل ما اخر مره عديت في الشارع ده بجد بقالي فتره طويله، مع اني انا هنا قريب، لكن من بعد ما نقلت وانا ما بقربش من الشارع ده. معرفش ليه، بس يعني اول ما عديت عليه حسيت بذكريات. حتى ده كان مطعم سوشي دلوقتي قفل، مبقتش شغال. معرفش ليه، اعتقد فلسوا، ما كانش بيشتغل كتير في الحقيقه. خلاص نعتبر ان احنا وصلنا البيت. انا عند المطعم البرازيلي ده، انا بيتي اهو. انا بالنسبه لي، انا في ناس صحابي كتير جدا بيجوا ياكلوا هنا ويقولوا لي عارفين يا ادم، عارف يا ادم المطعم البرازيلي اللي موجود هنا وبتاع. اقول لهم انا بيتي فوق اصلا. فاهمين يعني؟ دي الاوضه اصلا، فاهمين؟ فبقعد اضحك يعني، اللي هو انا شويه اصلا ممكن انزل لهم من الشباك وبتاع. ده الرخم. روح يا ادم الله يكرمك، روح بعد عزاء. Remember the days we were young, wild and free, basic getting. اخيرا رجعت البيت، والله ما مصدق. اول ما شفت السرير حسيت اللي هو الله، انا قربت على الراحه. بس ده ما يخصناش خالص، لان احنا لسه مش هنرتاح دلوقتي. احنا هنرتاح لما نخلص الفيديو اللي احنا بنصوره دلوقتي. دلوقتي انا المفروض اخش استحمى على السريع عشان مش طايق نفسي حرفيا، وبعد كده هنطلع نقعد، فاهمين؟ خليكم معايا على السريع كده، هخش استحمى بسرعه. هنكتب هنا ال3 اسئله وهنعمل هادي بادي. ده بجد ما بهزرش يعني. انتوا شايفيني بص، انا بصور هنا في نفس الوقت، فانتوا شايفيني وانا اللي بوريه لكم هنا بيوصل هنا. دلوقتي احنا هنكتب 3 اسئله هنا وهنعمل هادي بادي، واللي يطلع السؤال هو ده اللي هنجاوب عليه. وبعد كده هنعمل الفيديوهين اللي بعد كده هنعمل الفيديوهين اللي بعد كده السؤالين اللي ناقصين. يعني ايه؟ يعني بص هفهمكم دلوقتي يا جماعه، عشان مش عارف اثبت ده، فخليكم معايا كده. اوكي دلوقتي احنا هنكتب اول سؤال 1 2. بص انا لو شفتني بكتب غلط فانا ببص على كتابتي من الكاميرا، فاعتقد انتوا شايفيني. والله يعني انا بص، انا بشوف على كتابتي من الكاميرا. فلو دلوقتي هنكتب اول سؤال اللي هو احنا قلنا ايه، انا ازاي جيت ايطاليا. ده اول سؤال. اوكي تاني سؤال، اعتقد انا غلطت في الاول يا جماعه، بس خلينا نكتبها او يعني بسياق تاني بنفس السؤال، يعني رقم 1 برضه، فاهمين؟ اللي هو ازاي اقدر اعمل زيك واجي ايطاليا. في الكومنتات بنفس الشكل ده حرفيا، انا ازاي اقدر اعمل زيك واجي ايطاليا. اوكي خلينا نكتب السؤالين اللي بعدهم، بعد كده نعمل هادي بادي ونشوف هنختار انهي سؤال فيهم اللي هنعمله. اوكي فانا نسيت السؤال الثالث، حرفيا نسيت السؤال الثاني، فخلينا نخش السؤال الثالث على طول لغايه لما افتكر السؤال الثاني، لان انا مش فاكره حرفيا، فاهمين؟
دلوقتي نتكلم عن الدراسة في ايطاليا. يا جماعة اي حد اي غلط يا جماعة انا ببص على يعني انا ببص من هنا على هنا، يعني ما ببصش على الكشكول على طول، فاي غلطة ما تشغلوش بالكم بالكتابة يعني. فده السؤالين. السؤال التاني والله ما فاكره، انا كنت قلت ايه من شوية. بصوا يا جماعة، ده السؤال الاولاني ده سؤالين في بعض يا جماعه. السؤال الاولاني ده سؤالين في بعض. اوكي، انا ازاي جيت ايطاليا ده ملوش علاقه خالص بازاي انت هتقدر تيجي ايطاليا. اوكي، انا جيت ايطاليا بشكل ما وانت هتقدر تيجي بشكل ما خالص. يعني الناس اللي في المغرب اللي بتتفرج عليا في المغرب اللي هقولها لهم عليها زي ما انا جيت ايطاليا، فالسؤال ده يخصكم. الباقي الدول العربية، باقي الدول العربية او اي حد بيتفرج عليا من مصر، تونس، جزائر، اي دولة عربية قبل كده، خليه هجاوب عليه في السؤال ده. اوكي، فده سؤالين مش سؤال واحد. اوكي يا جماعة، هل هلاقي شغل اول ما اوصل ايطاليا؟ وبرده ده ليه حاجات كتيرة تحته. اوكي، خلينا نعمل هادي بادي دلوقتي ونشوف هنجاوب على انهي سؤال، وبرده هنشرح لكم ممكن هنا ولا حاجة، او هشرح لكم برده وانا بكلمكم هنا. اوكي، عشان محدش يفتكر ان انا اخترت السؤال بنفسي. اوكي، هوريك اهو. اوكي، خليكم معايا، انا بوريكم في مكانين اهو حرفيا، فاهمين؟ وانا هشوف هنا عشان اعرف انا بختار انهي واحد. اوكي، هادي بادي كروم زي اول واحد. ايه بقى اول واحد؟ والله ما فاكر قسم بالله. جه على واحد، انا ازاي جيت ايطاليا وازاي اقدر اعمل زيك واجي ايطاليا. يا جماعه على حظكم انه ده سؤالين مش سؤال واحد، هجاوب على السؤالين ده النهارده. اوكي، نحاول بقى نشوف الحاجات، هنحاول نصور بالشكل ده كده ماشي. اعتقد انتوا شايفين كده، بس انا مش عارف انا هكتب ازاي بعد. خلينا نعمل كده، انا ازاي جيت ايطاليا. اوكي، هنتكلم دلوقتي على اساس ادم. انا بتكلم على اساسي انا دلوقتي، انا ازاي جيت ايطاليا، مش بتكلم على حد تاني هيجي ازاي. اوكي، لان انا بتفرق كتير عموما شويه، فاهمين؟ ادم انا الشخص ده. اوكي، اعتبروني انا الشخص ده. اوكي، انا عندي ممكن حاجتين مختلفه عن الناس محدش يعرفهم عني شويه. انا مامتي اصلا مغربيه وابويا مصري، مامتي مغربيه وابويا مصري، وده اللي فرق معايا ما بين الناس، وده اللي بقول لكم الفرق ما بين السؤال ده والسؤال انت ازاي تقدر تيجي ايطاليا. وده الفرق ما بين انا ازاي جيت ايطاليا وما بين انت ازاي هتيجي ايطاليا. ده الفرق اللي ما بينهم جامد. مش اغلب الناس ان مامتها مغربيه وابوهم مصري، يعني مش بنفس الجنسيه. فانا عندي جنسيتين، انا عندي جنسيه مصريه وعندي جنسيه مغربيه الاثنين. اوكي، وانا مولود في السعوديه اصلا، يعني عكس الكلام ده كله، فده اللي بيفرق كتير. اوكي، في مصر ما خدتش الخطوات اللي هتخليني اسافر لايطاليا، او ما كنتش اعرفها، فسافرت المغرب على طول. انا كادم، انا الشخص ده رحت المغرب. اوكي، انا رحت المغرب. كل الناس تعرف ان انا رحت المغرب 2.5 سنين، واعتقد وخشوا عندي في اليوتيوب هتلاقوا كميه فيديوهات وانا في المغرب كتير قوي. اوكي، وانتوا عارفين كده كويس. مش دي الفكره دلوقتي. انا الغرض اللي خلاني اسافر من مصر للمغرب هو ده الغرض، ان انا ادرس اللغه في المغرب. فالناس اللي هتسمعني في المغرب دلوقتي، الناس اللي في المغرب، عشان كده بقول لكم ان السؤال ده الناس اللي تخص المغرب، الناس اللي في المغرب هم دول هيستفادوا في السؤال ده خصوصا. اوكي، انا رحت درست في المغرب في معهد اسمه المعهد الثقافي الايطالي تو ايطاليان دي كولتور. فوكس اشمعنى في ايديا، انا عايز افوكس هنا. اوكي، بالعربي عشان اللي مش هيفهم، المعهد الثقافي الايطالي. اوكي، ما انا درست في المعهد ده لغه لمده 2.5 سنين. الناس اللي هعرفكم دلوقتي المعهد ده، الناس اللي في المغرب ازاي يتسجلوا فيه. اوكي، خلينا ندور على اللابتوب دلوقتي. خليني اوريكم حاجه. انا الفيديو ده هتعب فيه جامد قوي يا جماعه على فكره. اسمعوا مني، بس مش مشكله، كل ده عشان الناس اللي تعرف، او الناس الاسئله اللي بتسالني كتير اكون جاوبت عليها عموما، فاهمين؟ تبداوا من دلوقتي معايا، هتخشوا معايا واحده واحده حرفيا، فاهمين؟ مش محتاجه افكر، محدش يجي يقول لي هخش جوجل ازاي. اوكي، عشان ما اولعش فيه حرفيا. انت مخنوق، انا مخنوق من الدنيا اكتر من اللي جابوك. يلا عايز تنط بقى كده ولا كده؟ عندي فكره. ايه، تيجي ننط كده يا صايع؟ انا اصلا من تحت هنا، اللي شوف هنا يا جماعه الدنيا عامله ازاي، اقسم بالله يتصدموا. بس يعني خلينا نخش واحده واحده. الرخامه دي مفيش نت، لازم القط من عندي. استنوا يا جماعه. ده لو مفيش نحس اكتر من كده. شايفين يا جماعه؟ مفيش نحس اكتر من كده. السلام عليكم. توت اكسبت.
هو ده يا جماعه سكوندا لينجوا بالنسبه لهم في المغرب هي الفرنساوي، فهم كاتبينهم بالفرنساوي. هو ده يا جماعه الناس اللي في المغرب وعايزه تدرس اللغه الايطاليه فتخش المعهد ده اللي عايز يكلمهم يخش السيت هنا عادي جدا، هيخش السيت اوكي، او يجيب رقمهم من اي مكان هنا لان انا مش فاكر، هو ده السيت بتاعهم اوكي، ويكلمهم يبعت لهم ايميل الحاجات دي بتاعتهم اللي هي 2024 2025 لستوديو دي كولتورا رباط هو ده فرنساوي مش حاجه. ما المهم يا جماعه هو ده السيت بتاعهم، وهتتكلم معاهم عادي جدا، تتكلم معاهم ايميل، تبعت لهم ايميل، تتكلم معاهم تليفون، هم احيانا ما بيردوش فده شيء طبيعي لانه عندهم الزحمه حرفيا. ما اعتقدش انه السنه دي هينفع تسجل ان هم تسجلوا خلاص، فالسنه الجايه تبدا عادي جدا. وده في حاجه يا جماعه، في حاجه تانية خالص يا جماعه اوكي، ان انت تتعلم في المعهد ده، فالمعهد ده تابع للسفاره الايطاليه فموثق دوليا كمان، فالمعهد ده يساعدك جدا ان انت تقدر تقدم الفيزا عشان تيجي ايطاليا هنا اوكي. ده الناس اللي في المغرب يا جماعه. خلينا بنتكلم في الناس المغرب، الناس الدول العربيه التانية لما اخش السؤال التاني هتعرفوا دلوقتي. انا بتكلم على اساس ادم وده اللي حصل معايا بالظبط اوكي. المعهد ده يا جماعه ملوش علاقه خالص بفكره ان انا عشان خلاص درست في المكان ده فهو ده المكان اللي هيسفرني ايطاليا خلاص، لا. المكان ده الورقه بتاعته بتاعت اللغه اللي هي البي2، المفروض ان انت تاخد سيرتيفيكات البي2. الورقه دي من الاوراق اللي لازم تعملها عشان تقدم للفيزا، من الاوراق مش الورقه اللي هتعمل لك الفيزا، من الاوراق اللي مطلوبه من الاوراق الفيزا المهمه جدا، ومن اهم الاوراق اللي موجوده في الاوراق بتاعت الفيزا هي دي الورقه اوكي. هي ايه؟ هي اللغه الايطاليه، وده لازم تكون عندك جدا. فالمعهد ده انا بقول لكم ليه تخشوا، انه لما تخش هناك هتتعرف على ناس جديده، هتتعرف على اساتذه جديده. درست مع استاذه وفاء في المعهد ده، فاي حد هيدرس عندها يقول لها انا من تبع ادم ولا حاجه، يعني هتعرفني عموما. السلام عليكم لو شايفاني. المهم يعني فانا بقول لكم اي حد انا كان عندي كده، انا دخلت المعهد ده كانت في الاول في الايام لما كنت بدرس كانت المعهد سنتين، دلوقتي بقى سنه واحده، تدرس سنه واحده عشان تاخد الشهاده دي. والاوراق التانية اللي محتاجها هي اوراق بتاعتك انت، شهاده الميلاد، حساب بنكي، الحاجات دي كلها. بس الاوراق اللي محتاج تخش فيها او شهاده محتاج تخش فيها مكان، هي دي الشهاده الوحيده اللي انت هتبقى محتاجها، هي شهاده اللغه البي2. والاوراق التانية خالص هي اوراق كتيره شويه، لكن كل ده حاجات بتاعتك انت تقدر تجيبها حرفيا شهر شهرين ده تكون خلصت كل اوراقك، لانها اوراقك تخصك انت عموما، فاهم؟ ما تخصش حد تاني. الحاجه الوحيده اللي بتاخد مده شويه وهي السنه، هي ان انت بتدرس اللغه الايطاليه. ولو انت دارس اصلا لغه ايطاليه وعندك لغه ايطاليه ممكن تخش المعهد ده شهرين بس، تخش على البي2 على طول، وبعد كده تمتحن البي2. لو نجحت فانت هيكون معاك شهاده البي2 في شهرين، وبعد كده تقدر تقدم في، وعلى حسب بقى هيردوا عليك في امتى، فاهم؟ بس هي دي الفكره. المعهد ده هو ده اللي انا دخلته في المغرب. انا سافرت المغرب ازاي؟ بسبب ان انا جنسيتي مغربيه غير المصريه، عشان مامتي مغربيه، فده السبب اللي خلاني اسافر المغرب اوكي. ده انا كادم بابسط حاجه جبتها لكم اوكي. خلينا بقى نشوف السؤال التاني. نشوف السؤال التاني لانه ربنا ما فاكر هو فين. استنى، السؤال التاني احنا كنا بنقول ايه اصلا هنا؟ ازاي انا اقدر اعمل زيك واجي ايطاليا؟ بصوا يا جماعه، عشان تبقوا فاهمين حاجه وعشان ما اجيبلكوش وعشان ما اديكوش معلومه غلط، اي دوله عربيه تانية بتتفرج عليا غير المغرب، انا واحد سافرت من المغرب اوكي. فالشيء الاساسي واللي انا عارفه 100%، وده اللي انا عملته بالظبط عشان اجي هنا ايطاليا، انا قلتها لكم هنا اوكي. بس اي حاجه تانية اعتقد هو نفس الشيء اللي انت تخش معهد زي ده، يعني تكتب انستوتو ايطاليانو دي كولتورا في المكان، مثلا هنقول مصر فهنقول انستوتو ايطاليانو دي كولتورا ان كايرو مثلا، فاهم؟ هيطلع لك انه المعهد الثقافي الايطالي في القاهره. وقتها ان انت اعتقد الشيء الاساسي في كل ده يا جماعه ان هو مغرب او الدول العربيه، الشيء الاساسي في كل ده ان انت لازم يكون معاك شهاده البي دوا، لازم يكون معاك الشهاده دي يا جماعه، بي دوا. شهاده البي دوا دي ده الليفل اللي محتاج توصل له في اللغه الايطاليه عشان تقدر تسافر او عشان تقدر تقدم للفيزا الايطاليه اصلا، فاهمين؟ فده لازم يكون معاك. انت بتعدي على اول حاجه على 4 ليفلات: الا اونو، الا دوا، البي اونو، وبعد كده البي دوا اوكي.
انت بتعدي على الاربعه دول. يعني انا عديت على الا اونو، الا دو، البي اونو، البي دو. انا في المغرب كانت بالنسبه لي الاربعه دول قعدتهم في سنتين. اوكي، مش سنتين عشان انا سقطت، لا، هو المعهد كان بيدي الاربع كورسات دول كانوا في سنتين. دلوقتي غيروا القانون بتاعهم بقى يدوهم في سنه واحده. اوكي، لكن في اي دولة عربية اعتقد نفس الشيء، لازم يكون معاك الشهادة دي. وبعد كده انت بتطلع لمكتب في اي دولة، في مصر مثلا، في مصر، واعتقد في اغلب الدول العربية بتطلع في مكتب اسمه VFS ايطاليا. المكتب ده بتروح تسأل فيه عن كل الأوراق اللي أنت محتاجها كسياحة، كدراسة، على حسب أنت عايز تسافر إيطاليا على أساس إيه. بتروح تسألهم تقول لهم أنا عايز الأوراق المطلوبة بسبب عايز الأوراق المطلوبة اللي تخليني أقدر أقدم الفيزا الإيطالية. ومن الأوراق اللي هيقولها لكم في المكتب ده هي أصلا شهادة البيدو. أوكي، فلازم تروح يا VFS يا TLS على حسب أنت عندك إيه في الدولة بتاعتك. كانت في مصر في الأول كانت VFS، دلوقتي بقت TLS إيطاليا. بتخش المكتب ده يا جماعه. اوكي، تخش المكتب ده، تكتب مثلا في جوجل مابس عندك TLS ايطاليا او VFS ايطاليا على حسب الدوله اللي عندك او المدينه اللي عندك فيها ايه المكتب ده، وبتروح تسال عندهم. هم دول بيبقوا ايه بقى مثلا؟ دول ايه بقى يا جماعه؟ عشان اقول لكم، ده الوسيط اللي ما بينك انت كشخص مثلا، هنقول انت ده الوسيط اللي ما بينك وما بين السفارة الإيطالية. الوسيط اللي ما بينك وما بين السفارة الإيطالية ده، انت بتروح تكلم المكتب ده، بتديله أوراقك. المكتب ده بيروح عند السفارة الإيطالية يقول لهم 1 2 3 4. السفارة الإيطالية يا يوافقوا على الفيزا أو لأ، ولو وافقوا على الفيزا بيرجعوا للمكتب ده يقول لهم انه الشخص ده وافقنا عليه للفيزا بسبب الأوراق بتاعته، والمكتب ده هو اللي بيرد عليك وبيديك الباسبور بتاعك. فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ فأنا في المغرب عملت كده. بره المغرب روحوا اسألوا عن المكتبين دول وهيقولوا لكم كل حاجة. بس كده اعتقد يا رب اكون جاوبت على السؤال. واللي ما فهمش اي حاجه يا جماعه، انت الانستجرام تحتي، الانستجرام ديسكريبشن، خش كلمني هجاوب عليك على طول، هرد عليك على طول. والله اي سؤال اي حد بيكلمني دلوقتي هيبقى عارف ان انا رديت عليه. اشرح لكم، ممكن اكلمك كول اصلا، لان انا كلمت ناس كتيره جدا كول، بقول لهم 1 2 3 4، لان انا اصلا من الناس اللي ما بحبش الشات، فممكن اكلمك كول اصلا تقعد تتكلم معايا. بس يا جماعه، يا رب اكون شرحت بابسط شيء ممكن. الفيديو طول شويه لحد ما، لكن مش مشكله، عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، او السؤال بتاعكم هيروح فين وجاي منين وبس. وانا بقى اشوف البهدله اللي انا عملتها دي حلها ازاي، فاهمين؟ بس يا رب يكون الفيديو عجبك. متنساش بقى على قد التعب ده يعني، فاهمين؟ لا ما بشحتش والله يعني، عايز تعمل لايك اعمل، مش عايز تعمل يا رب يكون استفدت بس، فاهمين؟ بس اشوفكم الفيديو الجاي اللي هو بعد يومين ان شاء الله. وبصوا يا جماعه عشان تبقوا فاهمين حاجه، الفيديو اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي هو الفيديو ده اتعمل امبارح. يعني انتوا مثلا هتشوفوا الفيديو ده بكره، الفيديو ده اتعمل امبارح بالليل اللي هو النهارده، فاهمين؟ يعني انت وانت بتشوف الفيديو ده، انا قبلها بكام ساعه كنت بصور الفيديو ده، فعشان تبقوا فاهمين انا سهران النهارده عامل مونتاج في اللابتوب اللي لسه فاتحه ده، فاهمين؟ فبس فرب الفيديو يعجبك. وبس حاول تعمل فيديو على السريع كده، عشان زي ما اتعودنا ان انا هنزل كل يومين، فاهمين؟ بس اشوفكم على خير، سلام.